هي الهرش السبعة في العلاقات بس ولا ممكن تحصل في الاكل؟ اسمح لي اقولك من المطبخ المتواضع انه وحصلت معايا من 7 رمضان اللي فات، وحسيت ان انا عايزه اغير شويه في رتم الاكل الرمضاني. علاج الهرش السبعة اكيد موجود في الحلقه 30 وهتقولنا عليه استاذه امينه خليل. اما بقى علاج الهرش السبعة في الاكل فانا هقول لكم عليه النهارده، وهنعمل سوا سويدش ميت بول. طبق مختلف نغير بيه روتين لسفرة رمضان اتعودت عليه، ومش هنحتاج غير حاجات بسيطة خالص: لحمة مفرومة، توم، دقيق، زبدة، كوبايتين لبن وكوباية كريمة وملح وفلفل بس. هناخد اللحمة نحطها عشان هنكورها، ونديها رشة ملح، شوية فلفل اسود، هيدي اللحمة طعمها حلو قوي. ونعجنهم سوا وناخد اللحمة نعملها بول صغيرة. نحط زبدة بس لما الطاسة تسخن، ولما الاقيها استوت بنسبة 80% كده اشيلها على جنب عشان هعمل الصوص في نفس الطاسة. هحط مكعب زبدة بس يبقى كبير شوية كده، ولما الزبدة تسيح حط تقريبا معلقة دقيق او معلقة ونص، واما الاقي الدقيق داب خالص في الزبدة ننزل بكوباية لبن ساقع، اول كوباية، ونقلب برضه. بس هو كده ابتدى يتقل يبقى ننزل بالكريم. قبل ما اللبن يغلي كله هنزل عليه بفص ثوم مهروس. ده القوام اللي احنا عاوزينه. ودلوقتي نرجع اللحمه تستوي جوه الصوص، وبس كده. ونديها رشه بقدونس صغيره خالص. افضلوا جربوا حاجات جديده، ما تسيبوش الباب موارب للملل ان يدخل حياتكم. وهنا مش قصدي الاكل بس على فكره، انا حبيبه اكون معاكم طول شهر رمضان في الف طبخه وطبخ.